أنا لمّا باخد قرار معيّن في حياتي، باسمع أصوات كتير في دماغي، يعني مثلًا صوت بيشجّع، صوت بيخوّفني، صوت بيشتمني ساعات، إمم. فهل الأصوات دي مجرد أصوات في دماغي والّا دي حاجات ممكن تأثّر عليَّ في حياتي؟ هي بتأثّر عليك فعلًا في قراراتك بعد كده، اللي هو طَب أنا أسمع الصوت اللي في دماغي والّا أسمع القرار اللي أنا عايزه؟ فده بيبقى حاجة عندنا اسمها الناقد الداخلي، ده بيكون راجع لإيه؟ بسبب أسباب من الطفولة، كان في طفولة منغلقة شوية عليك، بالتالي بقى عندك إحساس أنا مش عارف قراراتي دي أنا اللي عايزها وأنا اللي باخدها من نَفْسي والّا ده رأي بابا والّا ده رأي ماما، وكان مقفول عليّا 100 ترباس ورا الباب ده، وفجأة عند سِن معيّن ابتدى بقى زي مثلًا في سِن المراهقة حتّة التمرُّد بقى بدأت تشتغل، ففتحنا الباب بس فتحناه، سِبناه خالص، فبالتالي من شخص ما كانش بيعرف ياخُد أي قرارات مصيرية أو شخصية ليه من وهو صغير أو كان عنده تجارب بناءً على قراراته هو، فما اتعلّمش حاجة، فبأول ما بدأ إن هو سِبنا له الباب وجرى، ابتدى بقى إن هو مُشتَّت، مش عارف طيب اللي أنا باعمله ده هو الصح والّا اللي أنا كنت متربّي عليه أو اللي كانوا هُم بيقولوه لي؟ إمم. طب القرار ده نابع منّي أنا والّا دي كانت قناعاتهم اللي هم ربّوني عليها؟ طب هل الأصوات اللي في دماغي دي أنا ممكن أقدر أوقّفها لوحدي؟ لوحدك لأ، لازم يكون معاك الأول عامل مساعد عشان يعلّمك إزاي أصلًا هتوقّفها، يعني ده تشوُّه في الأفكار، فإزاي إن إحنا هنبتدي نمسك الأخطاء في التفكير أو تشوُّه الأفكار دي نبدأ نشتغل عليها ونعمل لها تعديل، وبعد كده خلاص أنت هتكون قادر إنّك تعمل كل قراراتك اللي جاية بنَفْسك، ما إحنا مش هنعيد تاني نَفْس أخطاء الطفولة.